الجو بدأ يسقع، يبقى مفيش غيره بقى يا جماعة. النهاردة عملنا محشي كرنب مع بعض، وهنعمل شوية محاشي جميلة جدا. وتعالي شوفي معايا الفيديو، وانا عمري طبعا ما هقولك انسى اي طريقة اتعلمتيها، علشان هيبقى حرام عليا. وانا ايش عرفني، يمكن طريقتك انت احسن من بتاعتي. بس يلا بقى نشوف مع بعض عملنا ايه. اهم حاجة يا جماعة في المحشي كمية البصل تكون محترمة، والتحبيشة والخلطة بتاعته احسن حاجة تعمليها بطريقتك انتي. لو ما عجبتكيش طريقتي مش هقولك ان طريقتي احسن حاجه، لا يا ستي الكل، يمكن طريقتك فيها حاجه احسن من بتاعتي. لو ما عجبكيش حاجه يا ريت تكتبي لي كمان في الكومنتات، وانا يمكن اتعلم منك برضو ايه تريكايه كده حلوه وتخلي طعم المحشي جميل. خلاص بقى يا جماعه، الكرنب ابتدى يظهر في السوق والجو ابتدى يسقع، فنعمل مع بعض بقى محشي الكرنب. وانا طبعا ما فيش فرهده ان انا افضل اسلق واقطع وارص، لا انا هقطع الكرنبايه زي ما انتم ما شايفين بالطريقه دي، وهسلقها زي ما انتم ما هتشوفوا دلوقتي، وهيطلع الورق متساوي وهيوفر عليا وقت ومجهود. زي ما انتم ما هتشوفوا دلوقتي الطريقه اللي انا هعملها دي، بص بتوفر عليا بصراحه الوقت خالص. زي ما انتم ما هتشوفوا، بص اهو الورق طالع مرصوص، وابتدينا نحط الميه بتاعه الكرنب تغلي. وقبل ما تغلي بقى هنعمل مع بعض الخضرة. يا ريت تغسلي الخضرة سليمة من غير ما تقطعيها، علشان بتفقد كل الفيتامينات والحاجات بتاعتها. زي ما انت ما شايفة كده هتغسليها كده زي ما هي، وبعد ما تخرطيها برضو عايزة تغسليها اغسليها، بس الغسلة الاولانية ما تكونش انت ايه مقطعة الخضرة، عشان ايه ما تفقدش القيمة الغذائية بتاعتها. وتسبيكة المحشي بتاعتي كمان خلصت، وحبشت طبعا التحابيش، وقطعنا الخضرة وزي ما انتم ما شايفين، وهنبدأ نقلب كل الخلطة في بعض يا جماعة. وطبعا زي ما انا وريتكم قطعت الكرنب ازاي، هيبقى سهل جدا معايا. بصوا شايفين، انا سلقت ولا قطعت ولا رصيت خالص، هو بص اتقطع واتسلق وزي ما هو كده، فوفر معايا الوقت خالص. فانا طبعا بحب احط شوية بهارات بعد ما بقفل على التسبيكة، وانا كده بقلب الرز في التسبيكه، اسفه جدا. وهنبدا دلوقتي نحشي مع بعض الكرنب زي ما انتم ما شايفين، وكان عندي شويه بتنجان وفلفل برضو قورتهم وهنحشيهم مع بعض. خلاص طبعا انا بحب احط في الحله اي حاجه من تحت، انا ممكن اخرط بصل وطماطم وفلفل وبتبلهم بملح وفلفل اسمر، او مثلا باخد العروق بتاعه الكرنب واحطها في القعر بتاعه الحله، ده اختياري برضو ليكي. في تلك الحالتين برضو بيبقوا جمال جدا، بس انا بفضل ان انا اقطع شرايح البصل والفلفل خلاص، واتبلهم بملح وفلفل اسمر وادعكهم في بعض، فبيبقى افضل. خلاص، وحشينا مع بعض كده الكرنب. يلا بقى يا جميله انت وهي، هاتي كرنبايه وابدأي اعمليها واحشيها لولادك، واحنا في المدارس والولاد كلهم محتاجين ياكلوا ويتغذوا. فربنا يعيننا كلنا يا جماعة، وعام دراسي سعيد ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع ويعين كل الامهات. انا عارفة ان المجهود كبير، صحيان بدري، وخصوصا اللي معاها طفل صغير بيبقى قاعد معاها، بيبقى طبعا عليها مجهود كبير جدا. فالله المستعان، ربنا يا جماعة يعيننا جميعا. وانا طبعا بحب احط شوية قرنين فلفل كده في حلة الكرنب زي ما انتم ما شايفين، بيدوها ريحة وطعم كمان. وحابة ان انت تحط على الوش قرنين فلفل اللي هو الحراق الطويل ده، مفيش مانع، عايزة تحطيهم حطيهم، بس انا ما بحبش علشان انا عندي اطفال، فمش هينفع ان انا اعمل حاجة حراقة. خلاص بخلي الاكل بتاعي مفهوش حاجة مشطشطة قوي، عشان ولادي ما بيحبوش الحاجة ايه الحراقة. وبكده نكون خلصنا مع بعض حلة الكرنب. خلاص، وهنبدأ بقى يا جماعة على البتنجان، وبرضو حطينا من تحت زي ما قلت لكم في الأول ملح ملح وفلفل، وهنخرط عليهم بصل وطماطم وشوية خضرة، وهتدعكيهم بملح وفلفل أسمر. وهنبدأ نحشي مع بعض البتنجان. الأجواء الشتوية والمحشي يا جماعة وجماله زي ما شفتوا، زي ما انتم ما شايفين خلصنا كده. وهنبدأ نسقي المحشي بتاعنا ويبدأ يستوي براحته خالص، لغاية ما الأولاد يجوا من المدارس ويكون استوى معانا وياكلوا بألف هنا وشفا، وابتدى يغلي معانا زي ما انتم ما شايفين. هنبدأ في المرحلة دي نوطي، ونكون عملنا طشة الملوخية، واحلى ملوخيه يا جماعه، انا عاملاها معاكم كذا مره، يا رب يعجبكم الفيديو. وزي ما انتم ما شايفين والمحشي استوى معانا. ويا ريت لو عجبك الفيديو واول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي معايا في القناه واستنوا